أنتِ مُطبلة للرئيس، ليش من وين جايبة هذه الطمأنينة لشخصه؟ نحكي بصراحة اليوم السوريين حيقولوا لك ليش من وين جايبة كل هاد؟ أقول لك شيء، إيه، أنا ما عاد بصراحة. تفرق معي أول شي التسميات مطبلة مكوعة، لأنه كل الناس بتعرف، أغلبيتهم اللي بيعرفوني بيعرفوا إني أنا ما بطبل حلو، ولا لحدا، حلو. وبيعرفوا إني أنا لهلأ في شغلات انطلبت مني ما حطيتها مشان ما أطبل إمم، وبدون ما أوضحها. تمام. اهم، أنا أرفض مصطلح التطبيل، لأنه لو بدي طبل كنت كل يوم كتبت بوست وتسفيق. أنا بالعكس ضليت صامتة لليوم لشوف التحسينات اللي حتصير. حلو، أنا اطمنت بعد شهور، وبالأخص بين قوسين لما ارتفعت العقوبات بلشت أطمن. حلو. ولكن أنا قبلها كنت ب100 إشارة استفهام براسي وما عرفانة بكل أمانة لوين رايحين، وخصوصا لما اجوا الفصائل المنفلتة اللي حكيت لك عنهم وخفت. ولكن لما بلش التعهد بأنه هذا الوضع يتصلح وارتفعت العقوبات بلشت أخذ نفس.